الاهلي وهروبه من الماتش وخسارته 3-0 قدام الزمالك بسبب مجلس اداره علق ما بيفهمش في الاداره بربع جنيه. اقسم بالله واحسن احسن احسن اقسم بالله. انا عايز اقول كلمتين للنادي الاهلي وكلمتين لنادي الزمالك وكلمتين لاتحاد الكوره وكلمتين للتحكيم المصري. اولا النادي الاهلي كده يعني من الاخر كده انسحب من الماتش وهرب عشان ما يخسرش قدام نادي الزمالك مش عشان التحكيم المصري. ثانيا يا النادي الاهلي انت حضرتك بتلعب في الدوري المصري. الدوري المصري يعني الاستادات مصريه والحكام لازم يكونوا حكام مصريه. حضرتك مش بتلعب في الدوري الانجليزي ولا في الدوري الاسباني. ده حتى قمم الدوري الانجليزي والكلاسيكو بيلعبوا بحكام بلدهم. انت مين انت عشان تطلب حكام اجانب؟ مش عاجبك غور في داهيه ما تلعبش في الدوري المصري خالص. يعني خليك بقى، انا نفسي تبقى ذكر وقد كلمتك وتنسحب من الدوري وتغور في داهيه درجه رابعه. يعني الفريق اللي ما يشجعش حكام بلده وعايز حكام اجانب لا يغور في داهيه، مش عايزين نشوفه في الدوري تاني. كلمتين بقى لنادي الزمالك، اقسم بالله رجاله واثبتوا على موقفكم وكل الدعم ليكم ومبروك الثلاث نقط. كلمتين لاتحاد الكره، اتحاد الزفت اللي بيطبطب ويدلع. الزمالك لما انسحب اديته الثلاث نقط للاهلي. خليكوا رجاله وادوا الثلاث نقط للزمالك واخصموا 3 نقط من النادي الاهلي وبلاش طبطبه. كلمتين للتحكيم المصري المحترم اللي فوق دماغنا. مبدئيا كده انتوا تعملوا احتجاج ولو رجاله ما تحكموش ولا ماتش للنادي الاهلي. خليكوا رجاله وما تحكموش ولا ماتش للنادي الاهلي عشان اللي عمله النادي الاهلي ده اقسم بالله عيب في حقكم وعيب جدا جدا باسم مصر وباسم الدوله. نادي مصري عايز حكام اجانب خلاص يدفع بقى ومن اول الدوري لاخر الدوري يلعب بحكام اجانب. الحكام المصريين لو عندهم دم ما يحكمولوش تاني. انا كراجل اهلاوي اقسم بالله اقسم مستعار من قرار النادي ده وبعلن عدم تشجيعي للنادي الاهلي وخلاص انا رسميا هشجع نادي الزمالك.